اوعى تعاتب بالطريقة الغلط، لأن ممكن تخسر حد بتحبه من غير ما تحس. كلنا عدينا بالموقف ده. حد قريب منك عمل حاجة زعلتك وعايز تعاتبه، بس خايف العلاقة تتوتر أو تخسره. العتاب مهم عشان العلاقة تستمر، بس المشكلة إن معظمنا بيعرف يعاتب بطريقة بتبوظ الدنيا أكتر ما بتحلها. الناس إما بتعاتب بانفعال، وده بيخلي التاني يدافع عن نفسه ويهرب من الكلام، أو يسكت ويفضل جواه الزعل لحد ما العلاقة تنهار. الحل بسيط، وهو إنك تعاتب بطريقة ذكية فيها احترام وتفاهم، وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. أول حاجة، ما تبدأش العتاب بانتقاد مباشر. بدل ما تقول أنت عملت كذا، قول أنا حسيت بكذا لما حصل كذا. تاني حاجة، اسأل بدل ما تتهم. بدل ما تقول ليه عملت كده، جرب تقول طيب ممكن تفهمني ايه اللي حصل. تالت حاجة، انهي العتاب بنية إيجابية. قول أنا يهمني علاقتنا وكنت محتاج أشاركك الشعور، بدل ما تخلي الحوار حرب كلامية. جرب الطريقة دي وهتلاحظ فرق كبير جدا في علاقتك مع اللي حواليك.